واقع اخويا هنايا؟ لكن اولا وقبل كل شيء من اجل التعريف معكم عبد الله سعيد، عضو اللجنه الوطنيه للمركز المغربي لحقوق الانسان، كاتب العام على فرع المركز المغربي لحقوق الانسان بعمليه في دمر السلطان. انا اليوم كنتواجدوا امام محطه ثلاثيان اللي كان واحد صراع ما بين الافارقه نفسهم مع بعضهم البعض، اللي على اثر تدخلات السلطات الامنيه باش تفضل النزاع وتحد من المشاكل اللي هي ربما تنتج عليها اشياء اخرى اللي ربما تسيء السمعه ديال الامن ديالنا اللي تعتبر انه غير متواجد. التواجد ديالهم وتعاملوا مع الوضع بواحد السلاسه، لا السلطات المحليه ولا رجال الامن الاجهزه الامنيه، الا ان الافارقه خذوا الامور بطريقتهم الخاصه. تلك الممارسات الغبويه الفوضويه اللي بداو كيمارسوها على رجال الامن، الرشق بالحجاره، السب والشتم بكل انواعه المفهوم والغير المفهوم منه، لدرجه ان احد رجال الامن اصيب اصابه بالغه، نقل على اثرها الى مستشفى ابو الوفي لتلقي العلاجات الضروريه. ورجل من اعوان السلطه للملحقه 19 هو اصيب في رجليه بالحجاره، ناهيك على بعض المرات اللي ساكن راه زو دقه ومشاو. وهاد الناس راه اصبحوا اليوم كيقولوا كيصرحوا هما عبر التنظيمات ديالهم سميتو بان افريقيا ديالهم، نحن غير دخلاء، حنا اللي ولينا دخلاء عليهم. وهاد الناس راه ما خصناش نسكتوا على هذه الاشياء، راه كنطالبوا عبر هذه المنابر الاعلاميه كل الاجهزه المسؤوله على اساس انها تاخذ بعين الاعتبار ما سيحدث مستقبلا، لان ان استبحلت الامور على هذا المنوال ستكون طامه كبرى على المجتمع وعلى هؤلاء الافارقه. وعليه نناشد كل الجهات المسؤوله كي تتخذ الحل او الحلول المناسبه في الوقت المناسب في زمانها ومكانها. يعني يقدر يكون شي صراع، كنعرفوا بان الافارقه الان كيتواجدوا قرب من الحي الشعبي من اعراق الاحياء ديال الضرب، يعني يقدر يكون شي صراع بين ابناء الحي والافارقه. راه الصراعات راه حدثت مرات عديده، والتدخل الامني والسلطات المحليه اللي كيرأبوا هذا الصدع وكيحاولوا ما امكنهم باش يبيتيو هذه المشاكل، لان احنا كمغاربه المغاربه معروفين بالكرم ديالهم، معروفين بالسخاء، معروفين بالخير، معروفين بكل ما من شأنه يدعو الى التآزر. هم افارقه ينتسبون الى القاره الافريقيه، راهم جزء منا، ولكن ننبذ هذه الاشكال التي يمارسونها. بالنسبه للحاله ديال رجل الامن والعون السلطوي اللي عون السلطه، بالنسبه لعون السلطه الضربه اللي كلاب رجلو شويه غير مؤثره، مي رجل الامن مشى بحاله مسكين ما شاء الله مضروب، ضربوه لراسو، ضربوه ليدو، وربما راه عنده شي كسر الا ما خانتنيش الرؤيه وسميتو والظن، راه عنده شي كسر، اصيب بكسر ما، ونتمناو يكون بخير وعلى خير ونتجاوزوا هذه المراحل اللي هي عصيبه، اللي هي لا تدعو الى القلق، لا تدعو الى التفاؤل بخير مع هاد الناس. شكرا لك. لا شكر على واجب. تعالى نعود نعيد. يلا نلعب.